بكم يا شباب. النهارده هنتكلم عن الرياضه في رمضان وازاي تكون رياضي ناجح، وعن ازاي تنظم وقتك واكلك في رمضان. هنكلمكم عن نظام غذائي سليم وعن التمرين في يوم من ايام رمضان. استنوني. أنا بدأت الرياضة وأنا في سن 20 سنة، وحبيت إن أنا أخش في لعب كمال الأجسام عشان أحسن من شكل جسمي وأحسن من صحتي. وحبيت إن أنا أمارس اللعبة عشان أخش بطولات وأوصل إن شاء الله رب العالمين إن أنا أكون بطل كبير في يوم من الأيام. أنا ليه اخترت لعبة القوة البدنية؟ اخترت لعبة القوة البدنية، أنا كنت بتمرن في الجيم عادي، كنت بلعب لعبة كمال أجسام، سمعت عن لعبة اسمها لعبة القوة البدنية. فشاركت في لعبة القوة البدنية، حسيت إن أنا هلاقي نفسي فيها وحسيت إن أنا هحقق فيها بطولات. والحمد لله شاركت في لعبه القوه البدنيه وعملت مراكز متقدمه فيها، والحمد لله حصلت على مراكز اول كتير، والحمد لله عملت بطولات جمهوريه. واللعبه دي عباره عن رفعه سكوات ورفعه بنج بريس ورفعه ديد ليفت، والحمد لله عملت فيها مجهود كبير وعملت فيها بطولات. وصلت الحمد لله رب العالمين اكون بطل الجمهوريه في يوم من الايام، وان شاء الله رب العالمين اوصل لبطل عالم. بالنسبه للبطولات اللي انا حصلت عليها، انا دخلت اللعبه سنه 2016 لعبه القوه البدنيه. طبعا قعدت اتمرن لان ما دخلتش اللعبه، ما دخلتش بطولات على طول، لان انا قعدت الاول اجهز نفسي فيها واتمرن عشان اوصل ان انا انافس فيها واحصل على بطولات. قعدت اتمرن من 2016 لحد 2019 ان انا اتمرن واوصل لاكبر عدد ان انا ارفع فيه وزن. دي هي بالنسبه للعبه القوه البدنيه. دخلت الحمد لله بعمل في 2019 حصلت على مركز ثالث بطوله الجمهوريه. في 2020 حصلت على مركز ثاني، وفي 2020 برضه حصلت على مركز اول بطوله الجمهوريه. لحد في 2021 حصلت على بطولات جمهوريه وبطوله كاس مصر، و2022 و2023 و2024 الحمد لله. طول الفتره دي كلها انا بخش بطولات، وان انا بحاول ان انا اوصل ان انا كل بطوله اخشها ان انا الحمد لله رب العالمين اتوفق واخد مثلا ابقى في المراكز الثلاثه الاولى، اول او ثاني او ثالث. اما بالنسبه لاستعدادي للبطولات، فانا بكون بعرف ان في جدول بينزل لنا من الاتحاد، ان انا اتحاد القوى البدنيه بعدد البطولات على مدار طول السنه، فببقى عارف بطولات مجهزها ازاي. لان البطولات ديت بعرف ان ميعاد البطوله جه، طبعا نظام غذائي بيختلف وتمريني بيختلف. اما طبعا فانا بحاول ان انا اظبط نظام غذائي، وبحاول ان انا اظبط تمريني على ميزان، ان انا ما بلعبش الا في ميزان معين. بخش اتمرن وبخش ان انا اظبط نظام اكلي، بزود البروتين واقلل نسبه الكارب بحيث ان انا ميزاني ما يعلاش في الفتره دي. تمريني طبعا بيبقى مكثف عكس الايام العاديه اللي ما فيهاش بطولات. التمرين بتاعي بيبقى مكثف، بتمرن حوالي ممكن تمرين يوصل لحوالي ساعتين، بتمرن لعبتين مع بعض، ممكن سكوات مع بنج بريس، اجي تاني يوم مثلا اتمرن ديد ليفت مع بنج بريس. طبعا البطولات مختلف لحد ميعاد البطوله، باجي قبل البطوله بحوالي 4 ايام مبنى تمرين واظبط نظام غذائي على الميزان بتاعي بحيث ان الميزان ما يعلاش عشان ما اخشش في ميزان اعلى منه. بالنسبه ليوم في رمضان، انا عدد ساعات عملي الصبح من حوالي 8 ساعات، وبفضل ان انا ارجع ارتاح فيهم حوالي ساعتين 3 قبل الفطار. وبعد الفطار افضل وقت بتمرن فيه هو بعد الفطار بساعتين. بتمرن بعد الفطار بساعتين عشان يكون جسمي استفاد من شرب المياه، ويكون استفاد من الكرب المعقد اللي هو ادخله عشان اعرف اتمرن بعد فتره الصيام دي كلها. فبحاول ان انا اتمرن حوالي ساعه ونص في تمرين، ما بين ساعه لساعه ونص من التسخين للتمرين بالكامل، حوالي من ساعه لساعه ونص، عشان لعبتي مختلفه عن لعبه كمال الاجسام. لان لعبه القوه البدنيه معظمها انها بتاخد وقت اكبر من لعبه كمال الاجسام في التسخين وفي التحميل. فبفضل ان انا اخد ما بين ساعه لساعه ونص تمرين في رمضان. بعد كده بحاول ان انا اروح اظبط نظام غذائي حوالي ما بين وجبتين الى 3 وجبات لحد فتره السحور. الوجبه دي بدخل فيها عدد من البروتين على حسب طبعا وزن جسمي، وعلى حسب والكارب برضه على حسب وزن جسمي، زائد
ان انا بدخل اللي هو الخضار والفيتامينز اللي هو بتاعي لحد فتره السحور. وبدخل طبعا الفتره دي كلها بحاول ان انا اشرب اكبر قدر ميه عشان امنع جسمي من ان هو يكون فيه جفاف اثناء الصيام. رمضان ليه روح، باب للجار مفتوح، وعيال بالفوانيس رايحة وجاي تغني لرمضان. أهل وأحباب مع لمة أصحاب، ريحة أيام خير ومحبة وفرحة في كل مكان. رمضان رمضان وأما الشمس تغيب تتلم العيلة وتتجمع اللي قريب وبعيد. رمضان إحساس مش أيام وخلاص، أصل ده شهر بدايته الفرحة وآخره ليلة العيد. رمضان رمضان بدايتي مع كمال الاجسام كانت من سن 16 سنه. دخلتها كان بسبب معين، ان انا كنت بلعب تايكوندو وكنت سكيني، كنت رفيع، فحبيت ان انا اطور من شكل جسمي واحسن من شكل هيئتي، فدخلت لعبه كمال الاجسام. خدت ثقه في نفسي كبيره جدا بالقوه والعزيمه، ودخلت بطولات، شاركت الحمد لله، حققت ارقام كتير جدا. حسيتني من حاله مزاجيه جدا، يعني انا كنت بدخل التمرين اطلع طاقتي فيها، حسيتني من الحاله المزاجيه الثقه بالنفس. اكتر حاجه خلتني في اللعبه ان انا ابقى كويس الثقه بالنفس. بالنسبه للتغذيه بدات ان انا اهتم ان انا احسب الكالوريز بتاعتي والماكروز اللي هي البروتين والكارب والفات. بدات ان انا ادخل بروتين كويس لجسمي، بحيث ان انا وانا بتمرن كمال اجسام محتاج ان انا ادخل كميه كبيره من البروتين والكارب عشان اكون اقدر ان انا اقدر اتمرن. وبنصح الشباب سواء هم بيتمرنوا اي رياضه بعيدا عن كمال الاجسام، شرط ان هم ما يعتمدوش على الرياضه دي، لا انا اروح الجيم اطلع عضلات، لا طبعا لازم اعتمد على التغذيه بشكل كبير جدا، احسب الكالوريز بتاعتي، لان كل شخص فينا غير التاني في حته الكالوريز. فانا بنصح الشباب ان هم لازم يهتموا بحته التغذيه اكتر من التمرين. بالنسبه للتغذيه في رمضان، المفروض ان انا اكسر صيامي بتمر وميه، وبعد كده ان انا ادخل الكارب والفات والبروتين، اللحمه، فراخ، الرز طبعا. المفروض بعده بساعتين ان انا انزل امارس اي رياضه. لو ما نزلتش ومثلا هتمرن بقى قبل السحور، لازم اخد سناك بسيط جدا، فواكه او خضار، وبعد كده انزل اخد تمرينه. بعد ما بخلص باجي عند وجبه السحور. اهم حاجه في وجبه السحور بتاعتي لازم تكون خاليه خالص من الملح، بحيث ان انا ما اعطش تاني يوم. ادخل حاجات فيها بروتين كويس، كارب كويس، ادخل حاجات فيها كازين. كازين ده اكتر حاجه بتقعد في الجسم لونج ايستر، يعني بقعد في الجسم طول اليوم ان انا مش عطشان مش جعان. ده من افيد الحاجات ان انا بنصح بيها الشباب ان هم ياخدوها في السحور. مثلا جبنه قريش، زبادي، يعتمدوا على البروتين النباتي والبروتين الحيواني، البيض، الجبنه القريش. دي من اهم العناصر الغذائيه لازم تكون اساسيه عند اي بيت مصري او اي شخص بسيط، يعني مش شرط ان هو يكون معاه القدره الماليه ان هو يجيب، لا ده حاجات بسيطه جدا موجوده في اي بيت مصري. بما ان الرياضه ليها اهميه كبيره جدا والتغذيه ليها اهميه اكبر، لازم ان اي حد يهتم انه يبقى بطل او يحلم ان هو يبقى بطل ويحقق حاجه زي كده مش بعيد. الحمد لله انا حاصل على 3 بطولات جمهوريه، من ضمنهم بطوله ايرون مان 2023 فئه الفيزيك وزن 65. بستعد للبطوله بتاعتي ان انا اول حاجه بهتم بالاكل، بعمل حاجه اسمها كالوريك سيربلس، ان انا بهتم بالاكل بتاعي، ان انا بعمل فائق للسعرات بتاعتي في اليوم، باكل كويس جدا بشكل كبير، بحيث ان انا في مرحله الاوف سيزون اظهر بمستوى قوي جدا عشان باجي قبل البطوله ب3 شهور بقط ان انا بنشف. فكل ده بينزل معايا، يعني كل الفاتس وكل الكارب بينزل معايا. بقطع كارب طبعا، بقطع سكر، الميه طبعا بتقل جدا، والتمرين بيبقى صعب بحيث ان الكارب اللي بيمد جسمي بمستوى الاي تي بي الطاقه بيكون قليل. فالتمرين في مرحله الكارب بتاعتي قبل البطوله بتبقى صعبه. بالنسبه للتمرين في رمضان، هو افضل وقت ان انا اتمرن فيه في رمضان انه يكون بعد الفطار بساعتين او قبل السحور.
بحيث ان انا بيكون البرفورمانس والانتنسيتي بتاع جسمي كويسه، ان انا بيكون عندي اداء رياضي كويس وقدره تحمل كويسه. فده من افضل الاوقات انها تتمرن في رمضان، سواء انت بتبلك او واحد مثلا عايز يخس. ده من افضل الاوقات ان انت عشان ما تهبطش في التمرين تشرب ميه كويس، بيحميك من الاصابات. فده من افضل الاوقات اللي انت تتمرن في رمضان. فاهميه الرياضه للشباب انها بتبعدهم عن الامراض الخطيره، بتحسن الحاله المزاجيه عندهم، بتحسن الدوره الدمويه في الجسم انها تكون شغاله كويس، بتبعدنا عن الامراض، عن التدخين، ودي اهم حاجه لازم الشباب تركز عليها، تبعد عن التدخين وتبعد عن كل العوامل السلبيه، وتتجه انهم يلعبوا رياضه، لان العقل السليم في الجسم السليم. رحله كمال الاجسام بالصدفه، انا كنت ناوي الاول ان انا بس ادخل الجيم علشان احسن من شكلي واتخن شويه، وبعدين الموضوع اتحول معايا ان هو اصبح جزء من حياتي واصبح شغف موجود في حياتي. وبدل ما كنت داخل اللعب علشان خاطر ان انا اظبط جسمي، بدات ان انا اعلى بالطموح، بقيت عاوز اكون بطل في اللعبه. بدات الاول دخلت بطولات تجريبيه الحمد لله، وبدات واحده واحده لحد ما انا وصلت للمستوى اللي انا فيه دلوقتي. في الحقيقه اللعبه ديت علشان توصل فيها لمستوى حلو لازم تكون جنب التمرين ملتزم بالدايت وملتزم باكل معين، محسوب له سعراتك لجسمك انت، مش اي برنامج غذائي لاي حد ينفع يمشي معاك. لازم أن يكون ليك اكل مخصص ليك، محسوب له نسبه البروتين بتاعتك، نسبه الكالوري بتاعت اليوم، كل حاجه بتبقى مكتوبه في البرنامج بتاعك علشان خاطر تقدر انك توصل لاحسن شيب في اسرع وقت ممكن. بتبدا انك تاخد الاول تعرف انت فين عشان تعرف توصل لفين. ما ينفعش ان انا اقول ان انا عاوز اكون بطل من غير ما اكون عارف انا فين دلوقتي. فانا ببدا ان انا واحده واحده اعمل انبادي واعرف جسمي واعرف تفاصيل جسمي، اعرف نسبه الفات عندي في جسمي عامله ازاي، جسمي قابل ان انا انمو بسرعه. طيب انا سني بيختلف، ينفع اعمل رجيم وانا عندي 16 سنه؟ هل هو نفس الرجيم وانا عندي 20 سنه؟ اكيد لا طبعا. الاكل بيتحدد على حسب السن وعلى حسب كل جسم واحد بيختلف فينا. علشان التغذيه ديت جزء مهم جدا من لعبتنا، وفي رمضان خصوصا بنهتم جدا بالاكل، فلازم اكون حاسب كويس جدا الاكل بتاعي في رمضان. يعني مثلا انا في رمضان ما ينفعش ان انا افطر على عصاير فيها سكريات عاليه. يفضل في رمضان ان انت تبدا تكسر صيامك بالتمر وبعدين الميه، وبعدين واحده واحده تبدا تدخل الاكل بتاعك اللي بتكون حاسبه من اول الشهر. نتجنب تماما في رمضان الاكل المقلي، ونتجنب تماما الحلويات. لو انت عاوز تخرج من رمضان ده وانت عامل شيب كويس، ما ينفعش ان انت تمشي في رمضان بتاكل كل حاجه بتتحط على السفره قدامك. لازم نكون حاسبين كويس قوي كل جرام بيخش جسمنا في رمضان، سواء هو بروتين او دهون. بالنسبه للتمرين في شهر رمضان يفضل ان هو يكون بعد الفطار ساعه ونص او ساعتين، علشان يكون جسمك قدر ان هو يمتص الغذاء بتاعك كويس بشكل كويس جدا، ويعمل معاك اداء كويس في التمرين. تمرينك في رمضان بيكون ليه اهداف. في بعض من الناس بتتمرن قبل الفطار بغرض ان هي تخس او بغرض ان هي تحرق دهون اكتر، وفي ناس تانية بتتمرن بعد الفطار بعد ما تكون ان هي حصلت على الاكل الكافي اللي يخليها قادره ان هي تشيل اوزان وان هي تبدا ان هي تبني وتطور من جسمها. أهلا شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا، وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن. أهلا شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا، وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن. وبحسب التوقيت الهجري هذا الوقت لجمع الأجر، نهر من غفران يجري كي يروي قلبا ظمآن. أوله رحمة وأوسطه غفران، وآخره نعمة وعتق من لظى النيران. أوله رحمة وأوسطه غفران، وآخره نعمة وعتق من لظى النيران. كمال أجسام أنا دخلتها مع صديق ليا، كنت عندي 14 سنة، بدأت إن أنا أخش مع الجيم، دخلت معاه مرة كده فحبيت اللعبة جدا. اتجهت في اللعبة بشكل مميز جدا، اهتميت بأكلي وحبيت اللعبة، دخلت بطولات واهتميت بالتمرين والتزمت بالتمرين والنظام الغذائي.
بعد كده بدات اخش بطولات المحافظات اللي هي المحليه الاول، وبعد كده دخلت بطولات الجمهوريه، تاهلت منها لبطولات الجمهوريه. الموضوع كله ان هو اهم حاجه الصحبه، وده احنا بننبه عليه للشباب كلها. اختار صاحبك، في طريقين مفيش فيهم تالت، يا طريق الفشل يا طريق النجاح. فانت دلوقتي هو بيقولوا زي ما بيقولوا كده الصاحب ساحب. انا دخلت مع صاحب الجيم، حبيت اللعبه جدا ويعني اهتميت بيها. لما بتهتم بحاجه هي بتدي لك يعني. فانت دلوقتي دخلت اللعبه، اهتميت بالنظام الغذائي والتزمت في التمرين. بدات اطلع لبطولات المحافظات اللي هي كل واحد بيبقى تابع لمحافظته. الحمد لله خدت فيها مراكز من ثالث لتاني لغايه ما وصلت الاول 7 مرات، اول على محافظه القاهره والقليوبيه. بدات اتجه لبطولات الجمهوريه، والحمد لله برضه حققت فيها مراكز ثالث وتاني واول برضه سنين كتيره الحمد لله. احب اوجه نصيحه للشباب انها تهتم بالرياضه، لانها بتحسن شكل الجسم بطريقه جميله جدا، وبتحسن الدوره الدمويه في الجسم، بتخليك تبعد عن التدخين، تبعد عن الامراض، بتقوي مناعتك. فانصح الشباب انها تهتم بالرياضه بشكل قوي. الرياضه مهمه جدا وجزء اساسي من حياتنا وحياه كل الناس، سواء الاصغر مني او الاكبر مني. الرياضه فادتني كتير وطورت من شخصيتي، نمت شخصيتي وخلت عندي ثقه بالنفس كبيره. عشان كده بنصح كل الشباب اللي في سني والاصغر مني والاكبر مني ان هم يلعبوا في رياضه في حياتهم، يمارسوا رياضه في حياتهم ايا كانت ايه هي الرياضه، سواء كمال اجسام او غيره. حابب ان انا انصح كل الشباب انها تبعد عن اي حاجه وحشه وتتجه الى الرياضه، حتى هي سواء رياضه كمال الاجسام او اي رياضه في العموم. ده عشان صحتك وعشان شكل جسمك وعشان ثقتك في نفسك وعشان حاجات كتير جدا تبعدك عن اي حاجه وحشه في حياتك.